السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد ورحلة جديدة يا أعزائي المشاهدين والمشاهدات. ترى ما أخبار جالس تقدم. طبعا قررت إني أسوي ثاني فيديو رحلة في القناة. طبعا ليش أنا جالس أصور في السيت اب الجميل، يعني فاهمين كيف؟ ترى واضح إنك سامي بالبداية، خليك تسكت. المهم إن عندنا رحلة لأشهر وادي في الجبل الأخضر. حرفيا ما أكذب، كل من زار الجبل الأخضر لازم يزور هذا المكان اللي بنزوره. خلوكم مع الرحلة بسرعة، لايك واشتراك بسرعة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في وادي العلا. مثل ما شفتوا أعزائي المشاهدين، من قوة ومن جمال المكان يمكن انتم ما مصدقين، ما صح؟ بس مثل ما تشوفوا هذه هي الحقيقة يا شباب. جمال في غاية الروعة. اليوم راح نسوي جولة هذا المكان الأسطوري الرهيب اللي ما حد يقدر يفوته. طبعا أول ما تنزل الوادي من الدرجة يواجهك طريقين، أول طريق هذا بعدين هذا الطريق. اليوم راح نكتشف هذا الطريق. طبعا أنا جاي في الشتاء، مثل ما تشوفوا الماي جاف يعني، لأن ماشي أمطار، الماي شوية جفاف يعني جاينا. والله العظيم الشباب ما أعرف أسولف في البر، ما أعرف أسولف في البر. شوف المنظر أعزائي المشاهدين، شوف المنظر، شوف المنظر، شوف المنظر يا أعزائي المشاهدين. طبعا ما أنصح أي أحد يجي هذا الطريق، لأن في شوية صعوبة. طبعا لا ننصح أبدا وبشدة. طريق جدا صعب، على مسؤوليتك هذا. مثل ما يوجد أماكن رهيبة وجميلة في وادي العلا، أيضا هناك أماكن لا ننصح بزيارتها أبدا. يا سلام هذا الجمال، شوف شوف بداية موسم الرمان، هذا أجمل شيء طبعا. وفيكم رجال تعال هذا المكان، شوف 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 يا ساتر يا ساتر. شوف المنظر، شوف لي المنظر بالله عليك. خلوني نبكي بسرعة. شوفوا لي المنظر أعزائي المشاهدين والمشاهدات. ما أعرف كم مرة قلت هذه الكلمة. ما أعرف يا شباب إن الفيديو قصير، صح يمكن ما يوصل 5 دقائق حتى، بس سامحونا يا شباب، هذا بنقدر عليه. مع السلامة. هذا كان فيديو كله اختصار. صح ان الفيديو قصير، بس لا تنسى اللايك والاشتراك. اشترك بسرعة.